الاهلي اهدر الدوري. عارفين طار؟ عارفين الريشه لما تيجوا تطيروها؟ طار خد قلبي وطار. فوزنا على انبي بثلاثيه، هقول لك ما تفوز، فوز ب6، فوز ب5، فوز بسباعيه يا عم. طار الاهلي خلاص، ضيع الدوري، ضيعه يا حبيبي. لعيبه الاهلي ضيعته، مدرب الاهلي ضيعه، اداره الاهلي ضيعت الدوري، كل دول مشتركين في ضياع الدوري. النهارده حسين الشحات عمال يقول لك انا هو ليه حق يعمل كده. طب والله العظيم ليه حق، انا ضد ستايل حسين الشحات على المستوى الشخصي، بس كرويا ليه حق يعمل كده. مركون على حساب واحد اسمه زيزو. هتقول لي يا ميرو انجازات زيزو ايه؟ اقول لك انه جاي من الزمالك. والله ابدا ما في غيرها، هو انجازات زيزو معانا ان هو جاي من الزمالك. استاذ زيزو انجازاته انه جاي من نادي الزمالك، فاحنا المفروض نشيله فوق دماغنا، نمشي ونشيله، يعني نفضل شايلينه كده ماشيين بيه بس كده. احنا النهارده نيله ضيعنا الدوري، والله العظيم. فوزنا 1، فوزنا 2، فوزنا 5، فوزنا 20، الدوري ضاع. احنا ما نستحقش ناخد الدوري، احنا بنضحك على نفسنا. احنا اصلا في بدايه السيزون ده مستهترين، قعدنا نقول جبنا نجوم، والله العظيم قلتها بدايه السيزون. مش النجوم دي كتير؟ انا قلتها بيني وبين نفسي كتير، والله العظيم حتى قلتها في البيت عندنا، قلت لهم يا جماعه كل النجوم دي كتيره، حاسه انهم مش هيبقوا كده، يعني فاهمين، مش هيتجانسوا مع بعض. البيت عندنا قالوا لي لا ده نجوم كتيره، ده هيكسروا الدنيا. تو ماتش، ما هو ربنا عارفه بالعقل. ازاي كل دول في فريق واحد؟ ازاي؟ لا ولازم العبهم. طب العب من يستحق يا عم. انا جبت زيزو، انا مش عارفه الصفقه هتنجح ولا تفشل معايا، بس ما ابداش اي اماره. العبه ليه؟ لا لازم اكمل. يستروب ما مشيتوش عشان خاطر الفلوس، طب ما احنا بندفع مرتبات. يستروب احنا ما مشيناهوش ليه؟ اداره الاهلي ما رضتش تمشيه، عشان اكون صريحه، بس عشان نكون صراحه مع نفسنا، عشان نواجه نفسنا، عشان احنا خلاص خسرنا، نواجه نفسنا. اداره الاهلي ما رضتش تمشي يستروب عشان فلوس، مع ان احنا بندفع مرتبات اللي قبله، احنا بندفع مرتبات بقى، يعني بندفع 2 مدربين لغايه دلوقتي. جت على يستروب، طب ما اشيل مرتب زيزو. ابو قابلوني لو حد ياخد زيزو اصلا، يعني زيزو وعلى فكره احنا عندنا لعيبه كده عاله ما ينفعش تتاخد، يعني طاهر، ياسين مرعي، محمد هاني، زيزو، والله ناس كتير قوي ما حدش يقدر ياخدها. ما هو محدش عبيط غيرنا، احنا واحنا الوحيدين اللي عبط اللي لبسناه، والله العظيم. يعني مثلا ياسين مرعي ده جه يفتح سبرنت مع فيستون وايلي الماتش اللي فات، اللي خسرنا فيه، الماتش اللي خسرنا فيه 3، يفتح سبرنت مع فيستون وايلي. طب والله من اول ما شفته جاي يلحقه قلت مش هيعمل حاجه. بصوا يا جماعه، اصل يعني بالعقل كده، هو ياسين مرعي عارف اصلا يسد في مجاله لما يفتح سبرنت ويجيب، مع ان يبان فيستون وايلي اتقل منه، بس الواد فراشه فريرة، يعني عارفين فيراري ماشيه، لكن احنا عندنا تقلانين من كتر الفلوس. والله العظيم انا قلت لكم اللعيبه دي ما تترباش الا بتخصم منها. قلت لكم طلعتوا نزلت، الجمهور شتمهم، عمل لهم بص عملت كل حاجه، مفيش حاجه هتعمل معاهم غير الفلوس. ليه؟ اللي هم زي الموظفين، هو مش بيحبوا النادي، والله ما بيحبوا النادي. انا عارفه كل الناس اللي بقول عليهم دول ما بيحبوش النادي. هو في مثلا، عشان بس ما بقاش بعمم وبظلم، مثلا واحد زي تريزيجيه بحسه بيحب النادي فعلا صراحه. انا بشوف تريزيجيه بيحب النادي. مروان عطيه بيلعب عشان الفريق، على فكره مروان عطيه بيلعب عشان النادي، عشان اسمه، بس عنده دم. يعني تريزيجيه ومروان عطيه عندهم دم. اختلفت على مستوى مروان عطيه في بعض الماتشات، بس هو عنده دم. هم قليلين قوي اللي عندهم دم، الباقيين لا عاله. شفت الجمهور اللي بيقول لهم لعيبه عاله. الزمالك لو اتعادل الماتش الجاي مبروك على الدوري. مش مصدقه ان احنا جايين نفوز بثلاثيه بعد في نهايه الدوري، مش مصدقه يعني. عذرا والله، بعد ما الزمالك جاب جون قعدت اضحك وعيطت في نفس الوقت، وعيط ربنا اللي هو الضحك وعياط. مش مصدقه ان بعد كل ده، بعد الثلاثيه الزمالك يجيب جون. اصل الزمالك جاب جون متاخر في الشوط الثاني يعني، على فكره النهارده بتفرج على الماتشين، انا عماله اتفرج على الماتشين في نفس الوقت. انا مشغله ده تليفون ومشغله ده شاشه وما اتفرج، يعني كنت مشغله الاهلي على الشاشه والزمالك مشغلها على التليفون، وعماله ابص على ده وابص على ده وابص على ده، عماله ابص النهارده اشوف اللي هيحصل، عماله اشوف. وبيراميدز كنت ببص اتابع النتيجه كل شويه، وكده كان كل شويه لما بيحصل حاجه كانوا بيجيبوا النتيجه بتاعت بيراميدز. ف بيراميدز لما دخل فيه جول قلت هيتعادل، والله قلت هيتعادل وتعادل، بس اللي ما توقعتوش ان الزمالك هيخطف جول.
بصراحه. مستوى الزمالك كان، عشان اكون صريحه معاك، توقعت بيراميدز هيتعادل بس ما توقعتش الزمالك يخطف جول. قلت الماتش ده مش هيخلص تعادل، قلت حد فيهم هيجيب جول، بس ما توقعتش ان الزمالك هيخطف جول. مش عارفه اقول ايه غير ان الدوري ضاع. الاهلاويه اللي حاطين امل، انا كنت حاطه امل لغايه النهارده عشان ما اكدبش عليكم، كنت حاطه امل لغايه النهارده، يعني النهارده فضل الامل جوايا بس راح والله العظيم. ما اشتريت 3-0 لان انا ما كنتش فارق نكسب 3-0 يا جماعه. بصوا انا عندي 2-0 زي 3-0 مش فارق لي، انا المهم عندي ترتيبي، لكن الناس فرحانه بثلاثيه ورباعيه تحصيل حاصل وعارفين عايزين نقلش على بعض واي هبل. لا احنا كنت عايز اخد الدوري، احنا كده مش هناخد الدوري، انسوا ان احنا هناخد الدوري، واحنا لا نستحق ناخد الدوري. عشان اكون صريحه بس بواجه نفسي بالحقيقه، احنا ما نستحقش ناخد الدوري. انا فرحت لما كسبنا الزمالك على فكره، والله ما فرحتش على 3-0، انا فرحت ان احنا فزنا وده بيقربنا من الدوري، يعني فاهمين؟ انا فرحت، انا كل كان فرحتي ان احنا بنقرب من الدوري، بس احنا لو كنا اتعادلنا مع الزمالك او خسرنا ما كناش هناخد الدوري. كنت عندي امل لغايه النهارده، قلت لكم الامل ضاع النهارده، والله ضاع النهارده. ف ارجع اقول ان الزمالك يستحقها، يعني لو جبنا اكتر فريق السنه دي مر بقرف ونيله ومشاكل، ورغم كل ده مكمل النهارده يعني بالمناسبه لعيبه الزمالك كلها لفه دماغها. والله العظيم اتضربوا ضرب. والله العظيم سموحه النهارده ويا عيني لاعبي الاثنين النهارده، حسام والونش طقشوا في بعض كده النهارده. اللعيبه كلها وفي لعيبه اتضربت من سموحه النهارده، الفريق كله جاي راجع متدغدغ. بس ارجع واقول لك ان هم رجاله، احنا ما عندناش رجاله يعني. انا معجبه السنه دي بالزمالك قوي بجد والله. مش لاقي كلام اقوله غير ان هو كان يستحق الدوري السنه دي، واحنا كنا عندنا امل بس عشان احنا خرجنا بموسم صفري، وده اللي انا قلته. احنا انا عمري والله العظيم عمري ما فرق لي ان احنا نكسب 3-0 او 4-0 او اي حاجه، او حتى الزمالك او بيراميدز. على فكره احنا خسرنا من بيراميدز نفس النتيجه، وده انا قلتها على نفسنا. بس كان فريق ان احنا نقرب من الدوري، والنهارده خلاص الامل اتقطع، اكن كان في حبل واتقطع. فانا بالنسبه لي خلاص، عارفين كان جوايا امل ان احنا ما نطلعش بحاجه ونطلع بحاجه بنستر بيها نفسنا. والله العظيم كنت نفسي ناخد الدوري قوي، اي بطوله، احنا ما خدناش اي حاجه. عارفين لو احنا كنا في دوري ابطال والله العظيم ما كنتش هركز كده مع الدوري قوي، بس احنا عندنا منه 45 دوري. بس انا كنت شايفه ان احنا بعد كل الصرف ده وبعد كل اللي عملناه ده يعني في اخر موسم صفري. اهم حاجه خلاص، كل جماهير الاهلاويه انسوا الدوري، اللي حاطط امل اتقطع النهارده بس كده.